نادي الزمالك بيخسر من مصر 2-1 في مباراه يتحملها جوميز. اوعى تقول لي بس الاخطاء التحكيميه هي السبب، انت ما عملتش على انك تكسب. انت خليت الشامي يطلع يتريق عليك ويقول مكسب الزمالك، هزيمه الزمالك هزيمه مستحقه، وده طبيعي. انت عملت بنفسك كده. التغييرات والاصابات واللعيبه اللي انت اشتريتها ملهاش اي 30 لازمه، وعندك لعيبه الى الان قاعده مش عارف تبيع ولا تشتري. الاهلي اللي هو خد بطوله افريقيا وبطل افريقيا وبطل الدوري وكاس عالم انديه وقصص كبيره قوي، عمال يدعم فرقته. انت قبل ما تيجي وعارف مثال يا جماعه، انت يعني انا مش مع عوده مرتضى منصور، لكن حسين لبيب لسه ما نجحش، واحمد سليمان نموذج سيء مع نادي الزمالك. مع احترامي الشديد انت ما نجحتش، انت ما عملتش على انك تكسب. انا معاك ان الكره معديه مليون في الميه، معاك ان الفار اخطا، معاك ان الحكم اخذ وقت طويل على ما يحسب ضربه الجزاء، قصص طويله قوي. لكن انا عايز اقول لك على سؤال بس وتاكد بما يرضي الله. زيزو بيعمل ايه؟ ناصر منسي بيعمل ايه؟ ابراهيم نضاي بيعمل ايه؟ مصطفى شلبي بيعمل ايه؟ حسام عبد المجيد اللي ما بيعرفش يطلع كره على الارض لوحده بيعمل ايه؟ عندك متيابه نزل عمل ايه؟ عندكش. زياد كمال اللي بيلعب عمل ايه؟ مفيش. خروج عبد الله السعيد وانفعال طبعا محمد عواد طبعا لازم يتأدب، وده صح. 25% من عقده، انت ما بتلعبش في الشارع، خليت اللي يسوى واللي ما يسواش يتكلم علينا. ما كانش الكلام ده بيحصل عننا. يتأدب ووريني بقى هتجيب لعيبه ولا هتجيب حارس مرمى ولا هتجيب لعيبه ولا لا. ما عندكش. عبد الله السعيد منفعل، عنده حق. مره تلعبه 8 مره تلعبه 10، عملت فيه اللي ما يعمل، مع انه اكتر لعيب بيمسك كوره، اكتر لعيب بيقدر يستحوذ، اكتر لعيب ممكن يوديك للجول، واكتر لعيب ممكن يتسبب في الاهداف. عبد الله السعيد طلعته خليت زياد كمال. طب زياد كمال عامل امبارح لعيب بارد، لعيب ما فيش استلام، ما فيش تسلم. محمد شحاته بتلعبه في اليمين وعامل ماتش حلو جدا ولعيب جامد جدا، لكن لازم يلعب في مكانه. نبيل عماد دونجا، محمد شحاته، قدامهم طبعا عبد الله السعيد. ده خد كره من نادي الزمالك، احلى كره هتاخدها من نادي الزمالك. عندك ناصر منسي اللي ما يلعبش. لو نادي الزمالك عنده غياب 3 مليون لعيب، ناصر منسي ما تلعبوش. لو نادي الزمالك جه عنده زلزال دمر النادي والجمهور حتى مات، ما تلعبش ناصر منسي. ناصر منسي ده يا جماعه لازم يبقى، ده اسمه منسي، لازم تنساه. حرام ان ناصر منسي يلعب كوره، اقسم بالله ما العبه قدام البيت. اوباما على قد ما بحبوش لعيب بارد، لكن نزله. لكن حرقه الدم ده مفيش. انا معاك ان الكره عدت، بس انت ما عملتش كوره، انت ما رحتش للجول، انت ما عملتش حاجه. يعني انت لو بصيت الاهداف الداخله فيك اخطاء دفاعيه. حسام عبد المجيد مش عارف يطلع الكوره، يباصي. ابراهيم نضاي بيرجع الكوره غلط. تلاقي المدافع المسلوس اتاكل سهل جدا. بيع يا عم اللعيبه كلها، اطلع يا عم قول هكمل الدوري بالناشئين، ما حدش هيلومك. بس هات لعيبه بقى، هات فرقه. نادي الزمالك عايز فرقه. اللعيبه اللي انت اشتريتهم من 11 صفقه ومؤتمر صحفي وقصص طويله قوي، فين دول؟ فين اللعيبه اللي انت استفدت بيها من اللعيبه اللي جبتها؟ عبد الله السعيد، ناصر ماهر، بس شكرا. ايه اللي انت جبته من 30 40 لاعب اللي انت جبته بيلعب اساسي؟ محمد شحاته معاك، محمد شحاته يبقى محمد شحاته، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، دول من ال 30 صفقه اللي انت جبتهم. خسرت قد ايه في اللعيبه اللي انت جبتها؟ خسرت قد ايه في اللعيبه اللي هم ما بتلعبش وجبتهم؟ فحسين لبيب لم ينجح، وانا مش مع عوده مرتضى منصور. انت قبل ما تيجي عارف ان البيت مديون وعليك ديون وعليك اقساط وعليك ايجار وعليك ميه وعليك كهرباء وعليك كل حاجه. انت وافقت على كده، يا تنجحوا يا اما ما كنتش دخلت. لان اللي بيحصل للزمالك ده حرام، وجميز التأليف بتاعه مره عبد الله سعيد 9 مره 10، ده حاجه كارثه. واربع مطالب ما لهمش اي. هي على فكره الدوري خربان والمفروض كان يتلغي، ولا واحد من الزملكاويه بيقول الاهلي المفروض ياخد الدوري. يتلعب مباراه فيصل ما بين البيراميدز والاهلي، يلعبوا بعض في ماتشين. الدوري محسوم، الدور الاول مين يلعبهم؟ الفرق اللي نازله. خلص مع الناس وابدا مع الناس يا عم. اعملها مره واحده. ده انت الدوري قرب عندك، الناس بتلعب في الاسبوع القادم. الاهلي لسه ما لعبش كام ماتش من الدور الاول. على ما الاهلي يخلص الدور الاول نكون خلصنا 3 سنين. اخطاء تحكيميه كارثه، لعيبه كارثه، لعيبه ما تلعبش قدام البيت. حسام عبد المجيد يمشي. لو انتوا بتفهموا كوره، حسام عبد المجيد يمشي. حسام عبد المجيد ما بيعرفش بس كوره، واحنا بنفرح بس بالكرات العاليه. ما عادش بره حد بيلعب كرات عاليه، كله كرات عرضيه تيكي تاكا ويدخلوا بيها للجول. نادر لما حد يلعب لك كرات عاليه، وده تلاقي في دول شمال افريقيا بس. لكن انت ككوره مفيش. نادي الزمالك يستحق الخساره مليون في الميه. خليت الشامي يتريق عليك، الشامي اللي ما بيعرفش يلعب كوره، الشامي اللي ما بيعرفش يجري لوحده، الشامي اللي عايز ميزانيه يتعمل رمان بيلي يا جدعان. الشامي يتريق عليك يقول لك ده هزيمه نادي الزمالك، والزمالك اللي ما حصلتش من كام سنه يخسر مصر ذهابا وايابا، ده كارثه.
نقعد مع بعض ونشوف الاخطاء بتاعتنا. جوميز لازم يفهم. هات له لعيبه يا عم، مشي يا عم بقى اللعيبه دي، الحق بيعها قبل ما حدش يطلبها. يعني ناصر منسي يعمل اوفر، اللي ياخد معاه 2 لعيبه كمان وببلاش. ابراهيم نضاي الحق بيعه اذا حد عايزه، الحق ادفع فلوس سامسونج اكيدولا، ادفع مشي. زياد كمان لعيبه كلها احمد، مفيش. انت احمد حمدي ربنا كرمك، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، محمد شحاته، دول اللي بتستفاد منهم، هم لعيبه جامدين. اللي انت جبته بقى التريليون لعيبه دول مشيهم مع الموجودين، مع رؤى يمشي، مع حاجات كتير. لكن اللي بيحصل ده الزمالك ده غلط. الكرة عدت مليون في المية عدت. الكرة لما بتعدي يا جماعة بيبقى جزء بسيط على الخط. الكرة من الجنب معدية جامد، الحتة اللي فوق دي مش لامسة الخط، ما بتلمسش الخط. اللي بيلمس الجزء البسيط ده وده، الحتة ال5 سم ولا قد ايه بتبقى تحت، دي معدية. يعني دي معدية، فاهمين؟ حرقتوا دمنا قسما بالله. بس ولسه ربنا يستر بقى من فرقه، وربنا يستر من الاهلي. وعايز اقول لك على حاجه، انت كزمالك ما تقولش عندك غيابات قدام اي حد غير الاهلي. انت تلعب بمدرسه الكوره تكسب الدوري، دول مش انديه. انت عندك في الدوري كومبارسات. مين المصري؟ مين اللي بيلعبك المصري؟ مين هو؟ خليت علي ماهر يبقى جارديولا، هيقول لك التكتيك والبفتيك وانا عملت. ما انت ما فيش، انت مش عارف تلعب، انت ما عندكش فرقه. يعني جوميز العذر الوحيد والله انه ما عندوش فرقه. بس برضه بنفس القصه، ما يقلبش مره عبد الله هنا مره هنا. انا بقول محمد شحاته، نبيل عماد دونجا قدام عبد الله السعيد. محمد شحاته، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، هو ده يبدلوا مع بعض. مصطفى شلبي يلعب. انا بقول لواحد من الناس، بقول مصطفى شلبي ما يلعبش كوره. بيع مصطفى شلبي يا سنبل، بيع يا عم، بيعه. انا ودي ناصر ماهر يلعب مكانه، والعب عبد الله السعيد مركز 8 بس. ابدا اشتري لعيبه يا عم. يلا سلام عليكم.